السلام عليكم. الكثير من الملحدين لن يجدوا مشكلة كبيرة في الانتقال إلى الإقرار بوجود قوة خالقة لهذا الكون، طالما كانت هذه القوة لا تتدخل في حياتهم، أي طالما لم تكن إله الكتب السماوية. خطوة الإيمان بإله الكتب السماوية ربما تكون الخطوة الأصعب، وأدلتها مختلفة تماما. فالكون المعجز بتكوينه يمكن أن يدل على خالق، لكن كيف يدل على خالق له رسالة؟ إله يترك تعليمات. هل نحاول من المنطق؟ تخيل أنك وجدت نفسك ذات يوم داخل مصنع كبير، استيقظت فوجدت نفسك فيه، لم تره من قبل. أحدهم وضعك في مصنع خاص به وأقفل عليك، لم يخبرك ماذا عليك أن تفعل، لا رسالة مكتوبة، لا رسالة صوتية، لا رسالة من أي نوع، لا إشارات، لا شيء. لا تعرف ماذا عليك أن تفعله بنفسك أو بآلات المصنع أو بالمصنع أو بأي شيء. قد تتكيف مع هذا الواقع وتحاول بالتدريج أن تستكشف المكان، قد تتمكن بالتدريج من فهم المصنع وفهم ما يمكنك أن تفعله به، لكن لا معنى لما فعله صاحب المصنع من تركك هناك دون شيء. المنطق يحتم على صاحب المصنع أن يترك تعليمات واضحة بطريقة ما يعمل المصنع، بالضبط كما يجب أن يكون هناك تعليمات ورسائل واضحة مع كل جهاز نبتاعه، وبالضبط كما يجب أن تترك الأم تعليمات واضحة لأولادها عند تركها للمنزل. يحدث هذا على نحو بديهي، وسيكون خرقا في الرصانة والكمال لو أنه لم يحدث، لكن هذا في الأغلب سلوك بشري. المنطق هنا منطق بشري في التعامل. هل نفرض هنا على الإله الخالق منطقا بشريا في التعامل؟ هل نفرض سلوكا بشريا عليه؟ صاحب العمل أو المصنع يجب أن يتواصل مع العمال عنده، لكن كيف نقيس هذا السلوك البشري البديهي بما يفترض أن يفعله الإله الخالق؟ لماذا نفترض أنه يجب على الخالق أن يتواصل مع خلقه كما يجب على صاحب عمل ما أن يفعل؟ ليس هذا في النهاية سلوكا بشريا مفضلا، لكنه ليس حتميا حتى بالنسبة للبشر. لكي نثبت إمكانية أن يبعث الإله الخالق رسالة، علينا أن نجد في طرق خلقه، في السنن التي وضعها في الخلق الطبيعي، ما يقول لنا أنه يقوم فعلا بإرسال رسائل، أن الأمر ليس غريبا على فعله في الخلق إنجاز التعبير. تعالى الله عن التمثيل والتشبيه. بعبارة أخرى، علينا أن نبحث عن صفاته في الطبيعة التي خلقها عز وجل. علينا أن نرى ماذا تقول هذه الطبيعة عن صفات خالقها، ومن ضمن هذه الصفات التي سنحاول أن نجدها أنه يقوم بإرسال رسائل، أن ذلك من طبيعة فعله في خلق الطبيعة. ماذا تقول الطبيعة عن صفات خالقها؟ سنرى في الطبيعة ما يدل على بعض صفات الخالق. سنرى أنه واحد مثلا، ما دام كل شيء قد بدأ من منطقة صغيرة جدا ثم تمدد وليس من مناطق مختلفة تجمعت، عدا عن التناسق والتناغم في هذا الكون، سنرى بسهولة أنه قدير، ليس فقط بمعنى قدرته على خلق هذا الكون، بل بمعنى قدرته على الإبداع فيه. ومن تنظيم هذا الكون ودقته نرى أنه عاقل مخطط أو حكيم. سنرى أنه قديم جدا، لن نستطيع أن نقول أنه أزلي من الطبيعة، ولكن لفظ القديم مستخدم في كتب العقيدة لوصفه عز وجل، فلا داعي للدراما. وعندما ندقق في عالم الأحياء الذين خلقهم من أبسط خلية حية إلى أكثر الكائنات تعقيدا، سنرى أيضا بأنه إله يترك تعليمات، يوجه تعليمات، يرسل رسائل. كيف؟ للجواب على هذا السؤال علينا أن نأخذ حصة مبسطة في درس الأحياء. كل الخلايا الحية ابتداء من أبسط نوع من أنواع البكتيريا، مرورا بأصغر نبات وأصغر الكائنات البحرية وكل ما نعرف من حيوانات ونباتات، ووصولا إلى حضراتكم، كل الخلايا الحية في هذه المخلوقات تحتوي على مادة يمكن اعتبارها بمثابة البلوبرنت أو مخطط أو برنامج العمل لكل خلية. هذا البلوبرنت هو الدي ان اي. الدي ان اي يوحدنا جميعا، كل الأحياء باستثناء الفيروسات، إنه الجزيئة التي تحتوي على المعلومات الوراثية أو البلوبرنت التي تخص نمو وتكاثر كل الكائنات الحية. بعبارة أخرى، الدي ان اي يحتوي على الخطة السرية، الشفرة الخاصة بكل كائن أو بكل خلية في كل كائن. كيف يفعل الدي ان اي هذا؟ فلنبدأ من وحدات بناء الحياة المصغرة، الأحماض الأمينية.
وهي مواد كيميائية في جسم الإنسان عددها 20 حمضا نوويا، ولكل منها تركيب مختلف. فلنبدأ من وحدات بناء الحياة المصغرة، الأحماض الأمينية، وهي مواد كيميائية في جسم الإنسان عددها 20 حمضا نوويا، ولكل منها تركيب مختلف. هذه الأحماض النووية مثل قطع الليجو يمكن أن تتراكب مع بعضها البعض لتشكل عددا لا نهائيا من البروتينات. كل بروتين نشأ بسبب طريقة ترتيب معينة لليجو. إذن الأحماض الأمينية تؤدي إلى البروتينات، البروتينات تؤدي إلى الخلايا، الخلايا تشكل أنسجة، الأنسجة تشكل الأعضاء، الأعضاء تتجمع وتقود إلى تشكيل كل ما هو حي. أين الدي ان اي من كل هذا؟ الدي ان اي هو الذي يقدم طريقة ترتيب الأحماض الأمينية، طريقة ترتيب قطع ليجو، هو الذي يقدم الوصفة التي عليها أن تترتب وتصطف بها لكي تنتج البروتين المناسب. الدي ان اي يشبه ورقة صنع الأشكال المختلفة التي تأتي مع قطع الليجو المخصصة لبناء قلعة مثلا، والتي توضح خطوة خطوة مكان كل قطعة. أي خطأ في المعلومة القادمة من الدي ان اي سينتج خطأ في تكوين البروتين المطلوب، وبذلك تنتهي السلسلة كلها، سلسلة صنع الحياة. بتشبيه آخر، الدي ان اي يقدم الخريطة التي تذهب إلى المصنع لكي ينتج أجزاء مختلفة من السيارة. لا خريطة إذا لا أجزاء مختلفة، إذا لا سيارة. ما هي الآلية التي يقوم الدي ان اي من خلالها بهذا؟ لن أدخل هنا في التفاصيل رغم روعتها، لكن باختصار الدي ان اي يقوم بنسخ طريقة عمل ليجو أو طريقة ترتيب الأحماض النووية، وتسمى هنا الار ان اي، وإرسالها إلى الرايبوسوم، كل هذا في الخلية الحية، الذي يقرأ الشفرة المرسلة ويقوم بترتيب الأحماض الأمينية على أساس الخطة المرسلة لتكوين بروتينا مختلفا حسب الوصفة. مرة أخرى، أحماض أمينية، بروتينات، خلايا، أنسجة إلى آخره. والدي ان اي يقوم بإرسال رسائل تتحكم بكل هذا. كل خلية في الجسم يحدث لها هذا باستمرار، لا يحدث مرة واحدة وينتهي. بعض الخلايا طيلة الوقت مثل الخلايا المسؤولة عن لون الجلد أو خلايا إنتاج الهيموغلوبين، وبعضها عندما تتجدد. كل هذا يحدث في كل كائن حي وباستمرار الحياة نفسها. لكنه ما كان سيحدث لولا تلك التعليمات الموجهة التي ينقلها الدي ان اي لترتيب قطع الليجو، الأحماض الأمينية لتشكيل البروتينات. لولا تلك الرسائل التي تحتوي على الوصفة، طريقة العمل، لولا تلك التعليمات المتضمنة في رسالة الدي ان اي، ما كان سيحدث كل هذا، ما كانت ستستمر الحياة، بل ما كانت ستكون أصلا. هناك تعليمات الحياة في عمق الطبيعة الحية، تعليمات لكل خلية في الجسم كي تستمر. كيف وصلنا إلى هنا؟ كنا نبحث عن صفات الخالق في طريقة خلقه للحياة. ماذا تخبرنا الطبيعة هنا عن صانعها؟ الطبيعة تقول لنا أن من صفات هذا الصانع أنه يترك تعليمات، أي يترك رسائل تفصيلية عما يجب فعله. لا نتحدث هنا عن الأب الذي يترك تعليمات لأولاده أثناء غيابه، أو الأم أو صاحب المصنع الذي يضع كتيب الاستعمال مع الجهاز الذي يبيعه. لا نتحدث عن سلوك بشري هو في النهاية خيار شخصي للبشر أنفسهم. نتحدث عن فعل إلهي مع كل الخلايا الحية التي نعرفها، فعل لم يتركه هذا الصانع قط. مع كل خلية حية ثم التعليمات واضحة. من صفاته إذن، من صفات هذا الإله الخالق، أنه يترك تعليمات، يترك رسائل. فهل يمكن أن يترك تعليمات للعمليات الحيوية ولا يترك تعليمات أيضا بطريقة ما للحياة نفسها، هدف العمليات الحيوية؟ هل يمكن أن يترك تعليمات للأيض وتجدد الجلد وكريات الدم الحمر والبيض ولا يترك للحياة نفسها كيف تعاش؟ ما الهدف منها؟ هل يمكن أن يترك تعليمات لخلايا العين كيف تجدد نفسها، ثم لا يترك تعليمات عندما تفتح هذه العين نفسها على هذا العالم فتجده خاليا من أي إشارة أو تعليمات من صانعه؟ لا نقيس على سلوك بشري، بل على فعله سبحانه في طبيعته التي خلقها. نتأمل فعله ونقول إذن لابد أنه يترك تعليمات مباشرة لنا، لابد أن يرسل رسالة كما فعلها مع كل خلية في خلايا جسمنا. سيكون غريبا جدا لو لم يفعل.
وما كان يمكن لهذه الرسالة من الخالق إلا أن تكون عبر ظاهرة هي مما يميزنا كبشر. الرسالة في كل أحياء لصنع الخلايا الحية كانت موحدة عبر الدي ان اي، لكن الرسالة الأخرى الموجهة إلى البشر تتوجه عبر ظاهرة تميز البشر عن كل المخلوقات الأخرى. إنها اللغة، واحدة من أهم ما يميز البشر عن كل المخلوقات الأخرى. نعم، كثير من الحيوانات تملك وسائل تفاهم فيما بينها، لكن اللغة البشرية تختلف عن ذلك تماما. إنها واحدة من أعقد الظواهر البشرية وأكثرها ارتباطا بتطور البشر الحضاري. باللغة طور البشر أفكارهم وتبادلوها وتناقلوا خبراتهم وعبروا عن عواطفهم ورغباتهم. قبل اللغة، إذا كان هناك شيء كهذا أصلا، لم تكن الأفكار أكثر من أفكار بسيطة ذات بعد واحد. اللغة طورت الأفكار وعمقتها. وبالنسبة لنا كمؤمنين فإن رحلة الإنسانية تزامنت مع اللغة عندما علم الله آدم الأسماء كلها. إذن اللغة كانت الوعاء الذي اختاره الله ليحمل رسالته إلى البشر. أتحدث عن الكتب السماوية بطبيعة الحال، عن الرسالات السماوية، عن النبوات، عن صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وربما كتب أخرى سابقة أنزلت على رسل آخرين لكنها نسخت ولم يبقى لها أثر اليوم. لن أطيل في الكتب السماوية، لكن يؤمن أن اختيار لغة معينة لكي تحمل رسالة بعينها كان نتيجة خصائص معينة لهذه اللغة في تلك الفترة، وأن ظروفا لاحقة في فترة لاحقة قد تجعل اللغة عاجزة عن الاستمرار في حمل الرسالة، ولهذا ينقلها حاملوها إلى لغة أخرى للمحافظة عليها، لكن عملية النقل تفقدها حتما الكثير من جوهرها. وأؤمن أيضا أن اختيار اللغة العربية تحديدا كان لامتلاك هذه اللغة ما يجعلها قادرة على التجدد والتوسع بحيث تعطي المعنى أقصى ما يحتاجه. هذان إيمانان أؤمن بهما وأعلم تماما أنهما يحتاجان إلى أدلة وبراهين لتثبيتهما. ولكن قبل أن أنهي هذا أذكر بأنه عز وجل عندما اختار لغة ما لم تصمد لاحقا كان يعرف ما سيحدث، لكن ذلك التدرج يكون مهما في تمييز نقاط قوة الرسالة الأخيرة. لم تأتي الكتب السماوية بمفردها مع الرسل، بل جاءت غالبا مؤيدة بالمعجزات، والمعجزات كانت خرقا للطبيعة يفعله صاحب الرسالة لتحدي من يكفرون به. وكان هؤلاء غالبا هم من يطالبون بالشيء الخارق، وهم غالبا من يرفضون تصديقها لاحقا. ما الذي نملكه عقليا لفهم المعجزات؟ لا شيء طبعا. هذا أمر خارق للطبيعة بالتعريف، وبالتالي هو غير خاضع للعقل. أمر لا يمكن للملحدين أن يقروا بحدوثه غالبا حتى لو كانوا من شهوده. أما نحن فنحن نؤمن بحدوثها في زمانها كأحداث خارقة لن تتكرر، ولكننا نؤمن أن عصر المعجزات من هذا النوع قد انتهى مع القرآن. القرآن نفسه معجزة، ولكن من نوع مختلف جدا عن بقية المعجزات، وقد شاء الله أن يجعله من جنس الوعاء الذي حمل الرسالة أصلا. بالتأكيد لا يؤمن الملحدون بكل هذا. كل الكتب السماوية بالنسبة لهم مجرد كتب وضعها بشر مصلحون وأعانهم عليها أتباع لهم. نؤمن نحن أن الأمر غير ذلك، وأنه مرتبط بوحي إلهي. أين المحك؟ كيف تفاضل بين رسالة وأخرى وكتاب وآخر؟ أؤمن أنا أنه في عدم تعرض نصوصها الأصلية لتغيير يدخل أفهام البشر عليها، في عدم وجود التناقضات، في تماسك وانسجام الرسالة مع بعضها البعض، في قدرتها المستمرة على تقديم الأجوبة عبر العصور. لكي يثبت الملحدون أن هذا الكتاب ليس بوحي، يمسكون بعدساتهم المكبرة محاولين أن يجدوا تناقضات وأخطاء فيه، لكنهم غالبا ينظرون من خلال ثقب أبرة فحسب، يبحثون عن التناقض فلا ينظرون من أعلى. ما من تناقض ادعوه أو تناقض مررنا في شك بوجوده إلا وكان ثمة شيء عجزنا عن رؤيته يزيح شبهة التناقض. سيقولون لكنكم تقصون وتلصقون وترقعون من أجل إزالة التناقض. في الحقيقة عندما ندقق فيما يفعلون بعدساتهم المكبرة سنجد أن القص واللصق هو ما يفعلونه هم. في حلقات قادمة سنتعرض لأهم ما يدعونه من تناقضات ومشاكل. لن نحل كل شيء، لكن سنرى آليات وطرق في بيان عدم التناقض.